سيدة عائشة لم تكن أم. كثير من النساء ما ينظرون لهذا النظر، لم يرزقها الله بأولاد. والسيدة عائشة هي الوحيدة البكر وهي أصغر الزوجات، وأكثر زوجة يحبها كان عليه الصلاة والسلام. طيب ليه ما رزقت بأولاد؟ سبحان الله، لأن استعملها ربي في العلم، فقيهة كانت، ومثال للمرأة اللي رضا الله رقم واحد، حتى فوق حبها للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني حادثة الإفك المعروفة لو تقرأيها وتقرأين الحديث اللي هي روت عن نفسها، وكيف في النهاية لما لم يصدقها أي أحد حتى الرسول عليه الصلاة والسلام. تخيلي زوجك وأبوك وأمك ما صدقوك أنه أنت بريئة، إيش راح يصير فيك؟ ما أقدر أتخيل إيش صار فيها. فهذه هي اللقطة الأخيرة يعني في الأخير. طيب من جاء عليها الرسول عليه الصلاة والسلام في بيت أبيها وقالها يا عائشة بما معناه إن فعلتيها قولي يغفر لك الله. المعنى تخيلي إيش معناته؟ شك فيها. طيب ما جابت. شوفي قوة المرأة، ما ردت أبي أجب رسول الله. طيب إيش راح يقول سيدنا أبو بكر؟ ما أجاب، يعني ما دافع عنها أبوها. طيب أمي أم الرومان كانت موجودة، أجيبي رسول الله. إيش راح تجيب؟ إيش راح تجاوب؟ طيب إيش حست؟ تخيل هاي أنا وأنتي في هذه اللحظة تخلت عنك الدنيا، تخلت عنك الدنيا وأنتي متهمة، وأنتي الصديقة بنت الصديق، زين، واتهمتي في إيش أصعب شيء تتهم فيه المرأة، وأنتي بنت الصديق وزوجة الرسول عليه الصلاة والسلام. إيش قالت؟ ولا كلمة. قالت ما أقول إلا مثل ما قال أبا يوسف. وحتى هي قالت هل قد ما كنت متألمة نسيت اسم سيدنا يعقوب، قلت أبا يوسف. صبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وأعطت ظهرها للرسول عليه الصلاة والسلام ولأبوه. تخيل هذه مو قدوة امرأة قوية بس مربوطة بالله. بعد هذه الكلمة نزلت آيات الإفك في سورة النور. شوفي اللي بعدها. فطبعا استبشر الرسول عليه الصلاة والسلام. أولا نزل القرآن بعد ما انقطع بسبب هذا الحادث، نزلت في براءة المرأة التي يحبها. فأمها ايش قالت لها؟ هو قالها أبشري يا عائش، المعنى طبعا نزلت براءتك من الله. حتى هي قالت على نفسها ما تخيلت أنه أنا عندي قيمة عند الله ينزل في قرآن يذكر إلى يوم القيامة. ما تخيلت أنا براءتي راح تنزل من الله. إيش مكانتها عند الله. فأمها طبعا وهذا زوجها الرسول عليه الصلاة والسلام، بمعنى قومي قبلي الرسول عليه الصلاة والسلام. إيش جابت؟ القدوة المرأة المربوطة بالله. والله لن أشكر إلا الذي برأني.